هاتيلي بقى اي صينيه عندك وتعالي هاتيلي كوبايات زي دي، وتعالي شوفي فكرتنا النهارده. انا مش عارفه بقى كانت غايبه عني الفكره دي فين، علشان بجد هتنبهري لما تشوفي الفكره بتاعتنا النهارده. بس كالعاده قبل ما ابتدي الفيديو لو سمحتوا ما تنسوش اللايك والشير، واعملوا متابعه للصفحه، تعليق حلو زي قلوبكم، يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده في طبق بحط 3 بيضات، دول 3 بيضات، اللي عارفين البيض الفلاحي الصغير دول 3. لو انتي البيض العادي بتاعك يبقى تستخدمي 2 بس، 2 كبار، تمام كده. علشان ده فلاحي صغير فانا استخدمت 3 بيضات. واهم حاجه يكونوا بدرجه حراره الغرفه، علشان ما ينفعش البيض نكون مطلعينه من التلاجة، لا لازم نكون حاطينه في المطبخ وجايبينه، او حتى تطلعيه بره التلاجة قبلها بشوية حلوين يعني علشان يكون بارد معانا. بعد كده بحط كوباية من السكر. حطيت كوباية من السكر على البيض وبالمضرب اليدوي وابتديت ان انا اضرب كويس جدا لغاية ما لونه فتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انتي السكر بتاعك كان خشن يبقى تستخدمي الخلاط. النهارده انا مسهله عليكم الوصفه، بس لو سكر خشن لا لازم تستخدمي الخلاط. بعد كده بحط عليهم فانيليا، سواء بقى فانيليا سايله او فانيليا وبودر اللي متوفر عندي. بعد كده بقى هجيب ربع كوبايه من الزيت واضيفها على بقيه المكونات وانا بضرب كده وشغاله معايا. بعد ما ضربت كده كويس واللون افتح معايا بحط معلقه كبيره اللي هي معلقه الاكل العاديه دي من الخل، تمام كده، واقلبهم برضو بنفس الكوبايه اللي انا عرفت بيها السكر. بحط هنا كوبايه من اللبن، واللبن لازم يكون دافي ما يكونش سخن ولا حتى يكون طالع من التلاجة، لازم يكون دافي معاكي. بتقلبي بقى كل المكونات مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه السكر وكل حاجه، كل المقادير السائله بتاعتك ما تدوب كويس جدا. بعد كده هنا بجيب كوبايتين من الدقيق، ولازم تنخلوهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده علشان تدخلي هوا في الكيكه بتاعتك. بعد كده بحط هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، الكاكاو الخام اللي هو من عند العطار، اللي هو مش متحلي يعني، لا الكاكاو الخام، تمام كده. لو في تكتلات لازم تنخليه الاول كده عشان لو في تكتلات يعني تدوب معاكي كويس. بعد كده بحط كيس كامل من البيكنج باودر. يبقى انا حطيت كوبايتين من الدقيق، حطيت معلقتين من الكاكاو الخام، حطيت كيس من البيكنج باودر. بتقلبي بقى خليط الكيك كويس جدا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه ما تلاقي القوام ظبط معاكي. والقوام هنا بقى مظبوط، لا بقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، علشان انا عايزاه يكون مظبوط، لا هو تقيل ولا هو خفيف. بعد كده بحط ربع كوبايه من الميه المغليه علشان لسه القوام ما ظبطش معاه، القوام تخين لسه زي ما انتوا شايفين كده، فبحط ربع كوبايه كمان من الميه المغليه. الميه المغليه بصراحه بتطلع معاكي الكيك بتاع الشوكولاته هش وخفيف وما شاء الله عليها تشوفيه دلوقتي. بحط بقى ربع كوبايه واقلب بقى، والقوام لازم يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لا هو تقيل تطلع معاكي الكيكه بعد كده من الفرن مكتوبه، ولا هو خفيف الكيكه تعلى معاكي في الفرن وتهبط بعد كده. ودي بقى المشاكل اللي بتواجهكم بعد كده بعد ما تسوي الكيك. معايا هنا صينيه بحط عليها الاكواب دي، اكواب دي اللي هي اكواب ورقيه بيتحط فيها اي حاجه سخنه. بتجيبيها كده من عند اللي هو الراجل اللي هو بيبيع ورق زبدة، بيبيع ورق فويل، الحاجات دي بيبقى متوفر عنده الحاجات دي. ده بقى بديل لايه، بديل بقى للكوب اللي هي الكوبات بتاعة الكوب كيك، اللي هي الفورمات بتاعة الكوب كيك دي بقى بتكون تحفة قوي. تنفع معاكي في المناسبات، تنفع معاكي في اعياد الميلاد، عايزة اقولك خطيرة، تدخل الفرن ما يجرالهاش اي حاجة، تمام كده. بصب فيها بس اهم حاجة ربع الكوباية علشان خاطر لسه هتعلى معاكي، ولسه لو حطيت لها صوص او حطيت لها زينتيها باي حاجة يبقى في مكان لسه للتزيين بتاعك. هنسويها ازاي بقى؟ الفرن لازم يكون دافي ما يكونش سخن علشان الكيكه ما تعلاش معاكي وتكون لسه ما استوتش من جوه وتتحرق من بره. بس الفرن بيكون دافي، بتحطيها في الرف الوسطاني، بتشغلي من تحت، واخر شويه بتشغلي الشوايه علشان خاطر الكيكه تستوي معاكي مظبوط. بعد كده بتفتحي الفرن وتختبريها، لو طلعت معاكي العصايه نضيفه يبقى بتطفي الفرن وتسيبيها لما تبرد تماما، وبعد كده تطلعيها. تعالوا بقى نعمل لها احلى صوص، صوص شوكولاته اقتصادي كده عبال ما تطلع معانا من الفرن. بنحط في طاسه، بنحط هنا كوبايتين من اللبن، اللبن الساقع، بحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، بحط كيس من الفانيليا، بحط معلقه مليانه من النشا، معلقه هرميه زي ما انتوا شايفين كده، معلقه الاكل العاديه من النشا. بحط كمان معلقتين من السكر، والسكر هنا حسب الرغبه، بس معلقتين سكر يبقى مظبوط على المقادير بتاعتي دي. بتقلبي الاول كويس جدا على البارد، علشان لو رفعتيهم على النار النشا هتكتل معاكي
ومش هتبقى مظبوطه. لازم تقلبي على البارد الاول، بعد كده ترفعيهم على النار. بتحركي بقى كده الشوكولاته بتاعتك لغايه اما ما تسيح معاكي وتبتدي ان هي تسخن معاكي. بتحطي هنا نص معلقه من الزبده، عليها مكعب شوكولاته كده، بيعزز الطعم وبيخلي الطعم حلو قوي بتاع الصوص الشوكولاته الحلو بتاعنا ده. بس كده بنقلب لغايه القوام ما يتقل معانا زي ما انتوا شايفين كده، يعمل فقاقيع معاكي كده. وبعد كده ارفعيه خالص من على النار وسيبيه لما يبرد تماما، او حطيه في التلاجة علشان يبرد. بس غطيه بكيسه الاول كده علشان الوش بتاعه ما يعملش قشره من فوق. طلعنا هنا الكبات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، الكوبايات ما شاء الله الكيكه هشه وخفيفه، وما شاء الله شايفين العلو بتاعها عامل ازاي، بيدل بقى ان هي طالعه هشه معاك. بص انا بختبرها هنا بعود خشب، لو طلعت معايا نضيفه يبقى هي كده مستويه وتمام. سيبها شويه في الفرن لما تهدى، وبعد كده بطلعها على الرخام. شايفين ما شاء الله الصوص بتاع الشوكولاته لما سيبناه شويه بقى تقيل ازاي، تقيل كده. وما شاء الله احلى صوص هتعمليه، صوص اقتصادي وسهل وسريع وهتعمليه في ثواني، ومش حاطله زيت كتير بقى. يعني انا بحب الطريقه دي عن اللي هو الصوص اللي احنا بنعمله العادي اللي هو بيتعمل في الخلاط علشان بيدخله زيت كتير. تمام كده، فانا مش عايزه احط زيت كتير في صوص الشوكولاته، فبحب اعمله على النار. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبكم قوي. خلاص كده طلعت الكوبايات الحلوه بتاعتنا، بسيبها لما تهدى شويه واحط عليها صوص الشوكولاته بتاعنا، وزينيها بقى باي حاجه عندك، ده اختياري بقى، بس انا بزين بس كده عشان خاطر التصوير. تمام كده، اي حاجه بقى عندك، شوكولاته بشراها، شوكولاته شيبس زي ما انا حطيت كده، فارموسيلو، اي حاجه. ممكن تعملي كريم شانتيه وتحطي على وش الكبات بتاعتك، ده تبقى تحفه برضه. بس انا حبيت بقى اعملها بصوص الشوكولاته ده، يبقى بيخليها تحفه يا جماعه. بصوا بقى شكلها حلو ازاي، قدميها كده في اعياد ميلاد، عايزه اقول لك في مناسبه حلوه، عاملاها لاولادك في البيت، ما شاء الله حاجه كده بجد تحفه يا جماعه. شكلها حلو قوي على فكره، يعني اللي هياكل منها واحده مش هيبطل ياكل منها التانية والتالتة، علشان بتكون طعمها تحفه وهشه وخفيفه وما شاء الله خطيره يا جماعه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جربوها على ضمانتي ان شاء الله تعجبكم من اول مره. بص الشكل بتاعها تحفة، وصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه صوص خطير يا جماعة. جربوه بجد، مش هتبطلوا تعملوه بالطريقة دي. احلى حاجة فيها بقى ان انت مش بتبهدلي مواعين كتير، انت اللي بياكل واحدة خلاص بيرمي الكوباية دي، ملهاش استخدام تاني، هي استخدام واحد كده وخلاص. على كده مش هتوسخي مواعين كتير ولا حاجه. والناس اللي هتسالني طب الكوبايه دي لما تدخل الفرن مش هيجرى لها حاجه ولا اي حاجه، انتوا شايفين اهو الكوبايه طالعه سليمه. وعايزه اقول لكم والله انا ما صورتش بقى الحته اللي هي لما خلصت الكوبايه خالص من تحت دي، الكوبايه الكيك مش لازق فيها ولا حصل له اي حاجه. ونسيت اقول لكم كمان هي مش بتندهن زيت ولا بتتهنيها اي حاجه، اصلا الكيك ما شاء الله مش لازق فيها خالص نهائي. يا رب يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير، واعملوا متابعة للصفحة، واعملوا لايكات كتير وشير مع اصحابكم علشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. وقولوا لي الوصفة بتاعتنا تستاهل كم من 10، وان شاء الله لو جربتوها بعتولي التطبيقات بتاعتكم على الفيديو، وقولوا لي بقى بتتابعوني من اهل بلد. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، مع الف سلامة.